السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت البيمبو. طبعا احنا كبار وصغيرين كلنا بنحب البسكوت ده. يلا بينا على المقادير. 520 جرام دقيق، 140 جرام سكر بودرة، 50 جرام نشا، 2 بيضة كبار، حجمهم يعني يكون كبير. حجم البيضة 50 جرام، يعني البيضتين 100 جرام. 50 جرام زيت، 60 جرام عسل اسود، وطبعا فانيليا عشان البيض، و200 جرام زبدة نيوزيلندي، وذرة ملح. طبعا هننزل الزبدة الاول ونضربها كده ضربة بالمضرب الكهرباء او العجان. الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني نكون احنا مثلا في الشتاء دلوقتي نكون مطلعين من قبلها من بالليل البيض الزبدة المكونات ما تبقاش ساقعة من التلاجة. انا نزلت بالزيت اهون، وهنضربهم تاني شوية كمان لغاية بس ما يتجانسوا مع بعض. هننزل بقى بالسكر البودرة، طبعا ننخله كويس. ونضرب تاني لغاية ما قوامه يبقى هش شوية. ننزل بقى بالعسل الاسود، بقى بالبيض بيضة بيضة، فانيليا، اول ما البيضة الاولانية تختفي ننزل بالتانية. هننزل بقى بالنشا ننخله، طبعا هي اي حاجة هنحطها هننخله، والدقيق والملح. طبعا انا ما نخلش الدقيق كله، انا سبت شويه على جنب كده لغايه ما اعجنه، يعني ما اقلبه، هو مش هيتعجن، هو احنا بس هنقلب بس كده ايه حاجه بسيطه خالص لغايه بس ما الدقيق والحاجه كلهم يبقوا يتجانسوا مع بعض. انا سبت شويه دقيق، لان ممكن طبعا الدقيق ده يكون مثلا مش يعني بيختلف من دقيق للتاني، فالمفروض ما نحطش الدقيق كله. هو كده خلاص بقى تمام. والمفروض اصلا يعني العجينه تبقى طريه بس ما بتلزقش. بصوا العجينه ما بتلزقش في ايدي. وطبعا احنا بقى هنحطها في كيس تلاجة، ونحطها في التلاجة ان شاء الله لمده ليله كامله، او نشتغل فيها او جو ساعه. ممكن نشتغل فيها مثلا على بعد 4 ساعات 5 ساعات. المهم هي هتتحط في التلاجة مش اقل من 4 ساعات.
دي العجينة اهيت، انا اشتغلت كده فيها تاني يوم. بنفرد العجينة بين كيسين من بتوع التلاجة، او على مفرش سيليكون زي اللي عندي دوت، وعليها كيس علشان طبعا ايه العجين ما يلزقش في الايه في النشابة. احنا بنقطع بالقطاعة الدواير، واهم حاجة يكون السمك رفيع ما يكونش تخين، عشان احنا بعد كده بنلزق كل بسكوتين في بعض. وندخلها الفرن على الرف اللي في النص، على درجة حرارة 180. ونخلي بالنا هو ما بياخدش اكتر من 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، بس يعني هو ما بياخدش حاجة، نخلي بالنا. كده بعد ما طلعناه من الفرن هون بنشيل البسكوتات على طول، نشيلها على اي طبق، اي حاجة تبرد، ما نسيبهاش عشان ما يلزقش ايه في الصينية. طبعا احنا هنسيح الشوكولاتة على حمام بخار. دي شوكولاتة دريم، طبعا اي نوع انتوا تفضلوه. الكمية دي استخدمت لها حوالي 300 جرام شوكولاتة، يعني اي نوع بقى انتوا تفضلوه بنقطعها ونسيحها على حمام بخار، ونقلبها ونحط عليها معلقتين زيت. طبعا احنا بناخد كل بسكوتين نلزقهم ببعض كده بالشوكولاتة، ونغطسها في الشوكولاتة ونحطهم على كيس يبردوا، ينشفوا قصدي. وانا حشيت شوية شوكولاتة وشوية صوص كراميل. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي هسيبها برضو تبرد خالص وتنشف تماما قبل ما اغلفها. وانا غلفت البسكوت بورق البسكوت البيمبو دون، بنشتريه من اي مستلزمات حلواني. ولو ما فيش عادي ممكن نستخدم ورق الكوب كيك، اي حاجة يعني، ده بس عشان ايه انا فرح الاولاد يعني. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة، واتمنى الوصفة تكون عجبتكم ان شاء الله وجربوها، والى اللقاء في وصفات تانية كتير.